اللقاء جريزمان مانزوكيتش خارج القايمه، انطلاقه هل يصعبوا المهمه ويسجل اتلتيكو وكره عرضيه وادي توريس يسجل فرناندو توريس، واحد من اسرع الاهداف في تاريخ هذه اللقاءات، كان الاسرع لرونالدو امامنا. يا سلام على الانطلاقه والهدف الاول هنا عن طريق اللاعب توريس العائد على سبيل الاعاره من جانب نادي الميلان، ويصعب البدايه ويصعب المهمه. فرناندو توريس ينطلق ويسجل في هجمه مثاليه من سيميوني في مباراه تبدو بقى ان آلية. الهدف في الدقيقه الاولى بعد حوالي يمكن 58 ثانيه، جريزمان والعرضيه وتوريس امامنا هنا بيسجل في هذه اللحظات، وكان سجل من قبل في مرمى فريق نادي ريال مدريد هدف كان في لقاء 1-1 في 2006 2007. ادي امامنا جريزمان، والنهارده توريس بيعوض غياب مانزوكيتش اللاعب اللي اصيب وخارج القائمه. وادي امامنا هنا كارلو انشيلوتي البدايه التي لا يريدها. شوف الانطلاقه وجريزمان عملها حلوه قوي. 59 هدف، راؤول جونزاليس بلانكو 44 وتوريس 38. هي هو المنقذ دائما، هو من يعرف الطريق الى مرمى فريق نادي اتلتيكو مدريد. سيرخيو راموس فوق الجميع يضعها كما هو دائما متبع وكما هو دائما يفعل. ياتي بهدف التعديل راموس في الدقيقه 20 من عمر اللقاء. كرات الثابته والكره ركنيه اتلعبت حلوه قوي الحقيقه، وارتقاء جميل تماما. ادي الكره الملعوبه من الجانب الايمن والارتقاء الجميل والتوجيه الجميل. يا سلام على توني كروز. وادي امامنا هنا اوبلاك يسبح، لكن فين راح؟ فين اوبلاك؟ دار اوبلاك، ولكن هنا بقى يطير فوق الجميع النجم سيرخيو راموس. من بيبي جه منها هدف الوحيد اللي جابه توريس. ادي امامنا جريزمان الى توريس، تكرار جديد بالكربون، ولكن هذه المره بعد 37 ثانيه من انطلاقه الشوط الثاني من اللقاء. توريس على موعد في هذه اللحظات، لكن جريزمان هي اللعبه الوحيده ونفس الخطا يتكرر. وهدف ثاني في الدقيقه امامنا اهو الاولى من احداث الشوط الثاني من هذه المباراه. يسجل فرناندو توريس النينيو هدفه الثاني في هذه المباراه وهدفه الثالث في تاريخ لقاءاته امام ريال مدريد، وخطا فادح في المساحه اللي خارجه. ادي امامنا جريزمان كره مقطوعه، اخطاء دفاعيه قاتله، تمريره راموس وبيبي كان في الهدف الاول، راموس في الهدف الثاني. وادي امامنا هنا لمه حلوه قوي، بص شوف التمريره. وادي امامنا النينيو فرناندو توريس وحارس المرمى كيلر نافاس ليس محظوظ ريال مدريد. شوف لم ازاي يا ولد يا لعيب، والكره عايزه تدخل، لم حلوه قوي. ادي بيبي راح فين؟ راح البرتغال. وادي يعني جميله جدا في الشوط الاول المقص اليمين لنافاس. وادي امامنا الكرات العرضيه وممكن هدف رونالدو يسجل. ها هو CR7 ياتي في هذه اللحظات، هو لا يعرف اليأس، هو يعرف دائما الطريق الى المرمى. يسجل في هذه اللحظات في الدقيقة كام؟ الدقيقة 54، نتيجة 2-2. رونالدو يسجل. ادي امامنا هنا الهدف والوضع طائرة نحطها حلوة قوي. بص شوف عملها مارسيلو الى جاريث بيل، والكرة العرضية دايما على القائم البعيد. المرة دي يقدر حلوة قوي رونالدو، يختصر الطريق وCR7 يسجل التعديل بضربة رأسية.